السلام عليكم متابعي ومتابعات قصص واقعية بالدارجة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم غنعاود لكم واحد القصة اللي قصة يعني غريبة بزاف. فيها مجموعة ديال الصفات ديال الحقد والكراهية. واحد العجوزة عندها مرت ولدها كتوحم. مني توحمات عجوزتها عندها دوك الحيوانات اللي كيكونوا في الدار يعني. عندها القناون، عندها الماشية، الغنم، عندها الدجاج في الدار، كلشي كاين في الدار. يعني راكم كتعرفوا البادية كيكون فيها بحال هاد الشي. المهم عروستها مسكينة توحمات و وقالت لراجلها: "عافاك لا ما نقول للوالدة ديالك طيب ليا قنية." تشهيت القنية بالزيتون. فعلًا مشى قالها ليها. قالها لمو قال لها: "راه المرا ديالي كتوحم، بغات تاكل القنية بالزيتون." داك الشي اللي كان، صايباتها ليها، قادتها ليها وعطاتها ليها، وكتقول لولادها وبناتها ما ياكلوش معاها، خليوها تاكل راه هي كتوحم. فعلًا السيدة كتاكل وكتبنن وداك الشي جاها بنين وكتاكل وكتقول ليها: "الله يرحم ليك الوالدين خالتي، طيبتي ليا داك الشي اللي كيعجبني وهذا." فعلًا ملي كمّلات دارتها ليها مرة و2 و3، ما عليناش. السيدة ولدات، ومني ولدات جابت ليها عاوتاني الرفيسة بالدجاج. مني جابت ليها الرفيسة بالدجاج كلات وحمدات الله وشكراتو وقالت ليها: "أنتِ أحسن عجوزة في العالم، زعما تهليتِ فيا في الحمالة ديالي وتهليتِ فيا حتى في النفاس ديالي وهذا." على أساس أنها تهلاط فيها. ولكن المفاجأة الكبرى أن العجوزة ديالها وهي يعني تنظّف ديك البلاصة اللي فيها الحيوانات ديالها، عضّها عَوْد، واحد العَوْد، عضّها في الكتف ديالها، وهاديك العضّة يعني تعفّنات، دارت ليها الدود في اللحم ديالها. صافي وبدات السيدة كتمرض، كتمرض، كتمرض وهي على فراش الموت. عيطات لعروستها وقالت ليها: "أنا ذنبي الوحيد بغيتِك تسمحي ليا. تنطلب منِّك وتنترجاك أنك تسمحي ليا قبل ما نموت." قالت لها: "أنا ما عمركِ درتِ ليا زعما شي حاجة اللي غادي نسمح لِك عليها." قالت لها: "لا درت لِك أبنتي." قالت لها: "النهار اللي طلبتِ مني أنكِ بغيتِ القنية بالزيتون وكنتِ كتاكلي القنية بالزيتون، هاذيك ماشي قنية. أنا كانت عندي واحد الكلبة حاشاكم والدة وليدات صغار، وكنت كنطيب ليك هادوك الوليدات ديالها، هُما اللي كنت كنطيب ليك بالزيتون وكنعطيهم ليك تاكليهم." شوف ما مرة ما جوج. شوفوا تالين وصلت هاد الحقارة ديال هاد المرا هادي، عطاتها تاكل دوك الجريوات ديال الكلبة ما مرة ما جوج، والسيدة على نيتها كتاكل وكتبنن وكيسحاب ليها القنية. أما بالنسبة قالت ليها للتريد اللي جبت ليك بالدجاج، راه داك الدجاج غير جيفة. أصلًا مشيت عند مول الدجاج وطلبتو وقلت ليه يعطيني 3 ديال الدجاجات ميتين، بغيت غير نعطيهم غير للكلاب ديالي ياكلوهم. وفعلًا طيبتهم ليك وعطيتهم ليك تاكليهم مع التريد، وكنطلب منك أنكِ تسمحي ليا. في نظركم أخوتي، واش هاد السيدة غتسمح ليها؟ في نظركم أخوتي، واش كاين شي حقد كتر من هاد الحقد هذا على مرت الولد؟ أنا ما فهمتش شي عكايزات سبحان الله، ما كتعاملش مع عروستها كأنها كتعامل مع بنتها. علاش وصلت بيك الحقارة والحقد والبغض لدرجة أنك توكلي المرا الجيفة، أولا توكليها الجرو ديال الكلاب؟ حشومة وعيب وعار هاد الشي فات اللا إنسانية. تنتمنى خوتي تطعدوا وما تبقاوش تاكلوا عند اللي كان. طيبوا بيديكم وكولوا، واخا يبقى فيكم الحال وتتشهاو شي حاجة اللي عند الناس، طيبيها بيديك وكوليها والحمد لله غتكوني واكلة شي حاجة اللي انت عارفة شنو طيبتي فيها. صراحة الثقة ما بقات في حتى شي حد، الثقة ما بقاتش اخوتي، ما عمركم تثيقوا في شي حد. تصبحوا على خير ونتمنى نتلاقاو في لقاء جديد.